يا صباح الفل والهنا والسعادة والرضا والجمال عليكم يا حلوين. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. وحشتوني جدا 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 من اخر فيديو. يا رب كلكم تكونوا بألف خير فعلا. آه اول ظهور ليا في القناة اول ظهور ليا في القناة. يا رب اكون عند حسن ظنكم دايما. فحبيت اعمل لكم فيديو تعريفي صغير كده عني. في شوية معلومات صغيرة كده عني للناس اللي متعرفش عني اي حاجة. انا اسمي نانسي، عندي 27 سنه. القناه دي طبعا بتاعتي، قناه نانسي هوم. متجوزه بقالي خلاص اهو، ماشيه في 5 سنه. عندي ولد واحد عنده 3 سنين واسمه ادم. بحب المطبخ جدا 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 اكتر مما تتخيلوا. انا متخرجه من كليه سياحه وفنادق جامعه حلوان. آه يعني بس حاجات بسيطه كده صغيره ممكن تكونوا ما تعرفوهاش عني. يعني طبعا لسه طبعا هنتعرف على بعض اكتر في الفيديوهات اللي جايه. لسه هنتكلم مع بعض كتير لسه. يعني في حاجات كتيره لسه حلوه جايه ان شاء الله. بس حبيت بس اعمل لكم كده البدايه. يعني انا بعتبر ان دي بدايه جديده بالنسبه لي في القناه، لان الوقت اللي فات انا عارفه ان انا ما كنتش منتظمه. عارفه ان كنت بنزل فيديو واقعد وقت كبير جدا ما نزلش. بس ان شاء الله ان شاء الله دي تكون بدايه جديده. يعني انا الوقت اللي فات كان عندي لبخه ظروف ولبخه احداث كده كتير ورا بعضها بتحصل. بس الحمد لله الدنيا استقرت خالص. عزلت ونقلت وهديت وفرشت شقتي خلاص والدنيا بقت تمام. يعني على قد ما قدرت طبعا صورت لكم. في حاجات ما قدرتش ان انا اصورها. في حاجات كتيره صورتها الحمد لله. بس يعني ايه، يعني زي ما تقولوا كده ايه، الدنيا كانت مدربكه فوق دماغي، فحبيت ان انا في حاجات كتير حبيت انجزها مع نفسي علشان اختصر وقت شويه. بس الوقت اللي جاي ان شاء الله هنتشارك مع بعض كل حاجه. هنعمل مع بعض روتينات ان شاء الله في الشقه الجديده. هنعمل فلوجات بره، هنخرج مع بعض ونسافر مع بعض. انا حبيت ان دي تكون يعني طالما دي بدايه جديده ان شاء الله. فعملت الفيديو التعريفي ده وقلت يعني بما ان بقى خلاص الوقت الجاي انا هنتظم وهعتبر ان ده يكون شغل. هعمل لكم مواعيد للفيديوهات. زي بقى شوفوا بقى زي ما انتم حابين. لو مثلا حابين نعملها الصبح، يعني انا ميعاد ثابت يكون بينزل فيه الفيديو. فاهمين قصدي؟ ممكن مثلا ننزل 3 فيديوهات في الاسبوع او 4 فيديوهات في الاسبوع. بس هيكون ليها ميعاد ثابت. ده هيكون اريح ليا وطبعا هيكون مناسب ليكم اكتر، لان انتوا تبقوا عارفين وقت معين الفيديو يكون بينزل فيه. ده طبعا للناس اللي حابه ان هي تشوفني. انتوا كلكم اخوات، يعني اهلا بيكم كلكم، لكل حد موجود معايا في القناه وكل حد هيخش جديد معانا في القناه. اهلا وسهلا بيكم كلكم، كلكم مرحب بيكم جدا. كلكم يعني لكل اخ وكل اخت موجودين معانا في القناه. اهلا بيكم كلكم، كلكم فوق راسي وكلكم اخواتي. بشكركم كلكم على اي حد كتب لي كلمه حلوه، على اي حد شجعني في يوم في كومنت او حتى ديسلايك مثلا، كنوع من انواع برضو التشجيع، او كنوع مثلا ان الفيديو بتاعي فاده لو بمعلومه صغيره. فشكرا شكرا ليكم كلكم من كل قلبي. يعني انا نفسي تفضلوا معايا بالحماس ده. نفسي تشجعوني الوقت اللي جاي اكتر، يعني ان اقدر بقى ان انا اكمل الوقت اللي جاي بنفس الطريقه. خلاص انا بدات انزل له في الفيديوهات بتاعه القديمه بتاعتي، اللي هي بتاعه العزال. يعني الوقت ده الفيديوهات اللي هتنزل لكم الوقت اللي جاي من النهارده والوقت اللي جاي دي كلها فيديوهات كانت متصوره من تقريبا 5 أو 6 شهور تقريبا، يعني من ساعه ما انا كنت بعزل. بس يعني من الوقت ده انا صورت الفيديوهات، فهتبتدي بقى ايه انزل لكم واحد ورا التاني. يعني برضو انتوا قولوا لي لو حابين مده الفيديو بتكون يعني تكون قد ايه، ما تكونش كبيره قوي ما تكونش صغيره قوي. فبرضو انتوا قولوا لي، اكتبوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا حابين اي فكره فيديو، اي فكره اكله جديده حابين نشاركها مع بعض. اكتبوا لي طبعا بالكومنتات، انا هكون مبسوطه جدا ان انتوا بتشاركوني حاجات زي دي، وانا بكون مبسوطه طبعا ان انا بشارككم طبعا حاجات زي دي. او لو حتى يعني حد فيكم بمعلومه صغيره. احنا كلنا بنتعلم من بعض. انا عارفه ان في ناس كتيره جدا جدا اشطر مني. وفي ناس كتيره جدا ستات بيوت احسن مني كتير. ده مش معناه طبعا ان انا بقى يعني بعلم حد او ان انا احسن منكم او اي حاجه، بالعكس خالص. احنا كلنا بنتعلم من بعض. انا ممكن اتعلم منكم، انتوا ممكن تلفتوا نظري لحاجه انا ما كنتش واخده بالي منها. وفي نفس الوقت العكس برضو، فاهمين قصدي؟ بس يعني انا هعتبر ان دي بدايه جديده ان شاء الله. بس يعني خلونا بقى نشوف مع بعض الفيديوهات اللي جايه ان شاء الله، نشوف ترتيبها هيكون عامل ازاي، وان شاء الله تعجبكم وان شاء الله اكون عند حسن ظنكم. انا بحبكم جدا، بحب كومنتاتكم الحلوه جدا.
مش عايزاكم بقى تنسوني في موضوع الكومنتات ده، عايزاكم تشجعوني الوقت اللي جاي، بما ان انا خلاص قررت ان انا هكمل يعني، خلاص بقى يعني عايزاكم تشجعوني بجد. بس انا سعيده جدا بيكم. آه، اشوفكم ان شاء الله على فيديو جديد، واشوفكم ان شاء الله بخير يا رب دايما، واسيبكم في حفظ الله وفي امان الله، مع الف سلامه.